عمر ساكن بهذا البيت انت اللي صورته هسه. هذا هو عباره عن خرابه، لا يملكه هو ولا يملكه اخوه ولا تملكه امه الله يرحمها ولا يملكه ابوه الله يرحمه. هذا هديه من خوالم قاعدين بيه يتعطفون عليه قاعد بيه. يطلع نائب ويقول من اهل الرمادي على شهيد البطل، يقول هذا اصلا من اهل الرمادي. صحيح؟ اصلا من الرمادي، مثل ما انا اصلي من العماره مولود بالزبير. هاي ردا على النائب اللي طلع بالتلفزيون وحكى، وثقناها البارحه بقناه فضائيه البطاقه التموينيه مصوره. من عايش وياه في هذا البيت؟ عايشه خالته بس، عايشه بس خالته. هي مربيته؟ هي مربيته ومتكفله به. عرفت شلون؟ لان هو يتيم الاب والام، وباثناء الولاده توفت امه. عيشته شنو؟ يشتغل وياي انا اخوه كبير، انا اخوه بالتبني، احنا تبنيناه هو طفل، هو بالقماط جبناه ربيناه احنا. صار 27 سنه احنا متكفلين به. عرفت؟ ويشتغل وياي عماله، يوم يحصل 25 يوم ما يحصل. خلي يشوف وين الجوكريه، وين السفارات الامريكيه اللي تعطي بالدولارات. هاي عيشه واحد عايش بالدولارات، ما يملك له مطبخ مثل العالم، ما يملك له مكان ينام به مثل البشر. مو هذا طلع عليك انت يا الضابط، ارد اقول لك انت يا الضابط، مو طلع هذا يدافع عن حقك وحق ابنك وحق زوجتك وحق بنتك. انت من رميته، انت يعني هسه خلصت من عقاب الدنيا، شو تقول لي الله باكر؟ شلون استقبل؟ اتصل بي صديق عن طريق تليفونه، قال انت اخو عمر، انا مسجل، هو يسجلني اخوه وانا مسجل اخوي. قلت له ايه؟ قال لي اخوك استشهد بالمظاهرات. من وصلنا هناك للمستشفى الفيحاء لقينا المظاهرين جزاهم الله الف خير متحاكين يا رائد مدري ضابط، ما اعرف انا ما شفت بعيني بس سمعت الحقيقه. يردون يسوونها انه هذا الشخص هذا البطل مات بدقه عشائريه، وبعدين قالوا لهم لا مات بساحه التظاهر وهذا التصوير